عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا حبايبي، وانا كنت بصور الفيديو دوت بس اتفاجئت ان هو مش متصور اصلا حتى بعد ما عبيت العلبة. بس انا هقول لكم على مكوناته. دوت ماسك اللبان الذكر. بيقولوا ان هو ما شاء الله بيشيل التجاعيد وبيفتح البشرة وبيشيل التصبغات. فانا سبحان الله بعد ما صورته ما كنتش لسه حطيته في العلبة دي، وبراجع الفيديو لقيته متصورش. فمعلش بقى، انا لسه كنت مفضيه في الطبق اهو. وانا كنت جايبه اللبان الذكر اللي هو الحصى ونقعته من بالليل. سخنت ميه وغليتها يعني، وحطيت حبه كده في كوبايه وصبيتهم عليهم لحد ما طبعا داب اللبان الذكر. وبعد كده صفيته كده بشراب نظيف عشان ما ينزلش احنا عايزين يبقى كريمي خالص، فمش عايزين يبقى فيه اي يعني تكتلات. فكانوا حبة صغيرين، عملت بقى ايه، صفيتهم وخدت من معلقتين نشا، المعلقة الصغيرة دي عليهم بعد ما صفيتهم في الطبق الألمونيا ده عشان احطه على النار يعني. فاخدت معلقتين نشا عليهم، قلبتهم على النار لحد ما تخن كده يعني، لف معايا. فرحت جايبه بقى، كان عندي ايه، زيت اللبان الذكر. زيت اللبان الذكر، رحت طبعا هو كان تخن بقى، فانا خدت بتاع 4 معالق من ده كده، من المعلقه الصغيره دي او 5 لحد بس ما اداني ايه. رحت عملته يعني، قلبت لقيت الدنيا كريمي. رحت بقى خلاص عشان ما يبقى سايح ولا جامد، بس طلع تحفه وانا لسه ما جربتوش بصراحه.